درويشة في مسرحية الحراز أو التيكة كما يحلو لجمهورها مناداتها. الفنانة مليكة الخليدي التي لطالما ألهمت جمهور الستينيات تعاني منذ 3 سنوات من الشلل النصفي وتعيش على الذكريات. العام هذه دروك باش قطعت العلاج الترويض، وبالنسبة للدواء حبسه دروك. ظروف مادية لا، أنا راسي الترويض بنيتي يطلب مني مصروف كبير، ما طلع عندي باش ندير شيء. والعلاج والأدوية كذلك حتى هي حبسها. والأطباء شنو كيقولوا لك؟ تيقولوا ما يتقطع الترويض، هو العلاج ولا الدواء. خافوا من شي اخرى لا تجي تدي ليا هاد الجهه الاخرى. لا ملكه نهار تشلات مع الاسف حتى حد ما عطاها عنايه، سواء من الدوله، وزاره الثقافه، النقابه بنفسها ديال اللي كانت من المؤسسين ديالها. لا، ما يجعلناش اننا كنسعاو، لا، لان عندنا كرامتنا وحتى هي عندها كرامتها، وهذا هو حل الفنان في المغرب. تنتمنى الله تعالى يكون شي حل. مليكة الخليدي أثرت الساحة الدرامية الكوميدية بمجموعة من الأعمال التي ظلت محفورة في الذاكرة كمسرحية الحراز وزواج بالحيلة وغيرها من الأعمال التي أبدعت فيها. شوف كلام الحب والعطف. ملكة في الحقيقة ممثلة، كنقول لها أنا ممثلة فطرية، تتكون معك، تتنسجم معك، كتبدا تتمشي معك فاش زعما في الارتجال ملي كتمشي معك، زعما ما كتحبش، ولا كتقول لك كذا، زعما تتخلق الحوار، تتخلق الكوميك سور بلاص. من حرارة تصفيقات جمهورها انزلقت الفنانة الكبيرة مليكة الخليدي نحو صقيع المرض والفقر، فهل من أيادي بيضاء تنتشلها من هذا الواقع المرير؟ في عالم السينما من المنتظر أن تترأس الكوميدية الفرنسية إيزابيل أوبير لجنة التحكيم خلال الدورة 14 للمهرجان الدولي للسينما، والتي ستنظم من 5 إلى 13 دجنبر المقبل بمراكش، وذلك تكريسا للتوجه الدولي لجنة تحكيم الأفلام الطويلة للمهرجان الدولي للسينما بمراكش من خلال اختيار الأسماء السينمائية الدولية لرئاسة لجنة التحكيم. رياضيا، نجح السباح المغربي حسن بركة اليوم في عبور خليج العقبة انطلاقا من خليج